بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده مع بعض كده هنعمل فيها تورته الشوكولاته. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه خالص للمبتدئين. لو انتي اول مره تعملي تورته اعملي التورته دي هتنجح معاكي ان شاء الله. عندي 3 بيضات في درجه حراره الغرفه، هضيف عليهم معلقه من الخل ورشه من الفانيليا، ونحط عليهم ربع كوبايه من الميه وربع كيلو من الدقيق. يبقى اول حاجه عندي حضرت ال3 بيضات، عليهم رشه من الفانيليا ومعلقه من الخل وربع كوبايه من الميه وربع كيلو من الدقيق. الاسبونج ده بنشتريه من عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات او اي حد عطار. هجيبهم بقى كده واجيب العجان بتاعي وابدا ان انا اضيف فيه ال3 بيضات اللي بدرجه حراره الغرفه وعليهم رشه من الفانيليا ومعلقه من الخل وربع كوبايه الميه، وهنزل بالدقيق بتاعي. الدقيق طبعا ده مش هنحط له لا بيكنج باودر ولا محسن جل ولا اي حاجه، هو فيه كل المواد الرافعه بتاعته، ولا هنحط سكر ولا لبن ولا اي حاجه. وهديهم تقليبه بس كده بالمضرب، وهديهم في العجان لحد ما يتحول للشكل الكريمي. عندي هنا بقى صاج مقاس 30 في 40، حطيت فيه ورقه زبده وخلاص. الدقيق بتاعي مع البيض والميه انضربوا كده بقى ادوني الشكل الكريمي ده. هنزل بيهم بقى في الصينيه بتاعتي اللي مقاسها 30 في 40، وفي الوقت ده بكون مولعه الفرن على درجه حراره تقريبا 200. هدخل فيها الصاج بتاعي، هياخد من 12 ل 13 دقيقه او ممكن 15 دقيقه بكتير، لان دي السمك بتاعه هنا رفيع وانا مش عايزاه ينشف معايا في الفرن. طبعا ممكن تحطي الخليط ده في صينيه مقاس 18 او مقاس 20 وتقطعيها زي، بس احنا هنعملها في الصاج بيكون تقطيعها اسهل لو انتي اول مره بتعملي تورته. واخدها بقى بعد كده ندخلها الفرن تطلع معاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هغطيها بورق زبده واسيبها لتاني يوم لو احنا في الصيف، لكن لو احنا في الشتاء ممكن تشتغلي فيها بعد 3 4 ساعات. بعد كده بقى هشيل ورق الزبده بتاعي ده، هلاقيه بدأ يشيل الطبقه اللي احنا مش مستغنيين عنها دي. هقلب الصاج بتاعي عشان اوريكي قد ايه ال- الكري اسفل الكيكه بتاعتنا طالعه هشه ومفيهاش هشه وخفيفه خالص، ومش ناشفه ولا حاجه طريه معايا. هشيل بقى الطبقه اللي على الوش دي لان دي بتعمل فاصل ما بين طبقات الكيك، فهشيلها وبتكون عباره عن طبقه كده من العجين. بوريكي هنا قد ايه سمك الكيك بتاعي رفيع ومع ذلك هش وجميل جدا. بعد كده هقلبها على الناحيه التانية عشان هشتغل بيها، وبعد ما نضفت الوش بتاعها وعندي طبق بقى كده هاخد بيه مقاس، وهي تقريبا الطبق ده مقاس 18، وممكن طبعا تخليه مقاس 20 زي ما تحبي، وممكن اصغر من كده كمان. وهشيله واخد بيه مقاس كمان، والطبقة طبعا طالعة معاكي مستوية وكويسة جدا. وهاخد كمان بمرة بالطبق بتاعي، وطبعا الاطراف اللي فضلت معانا دي مش هنرميها، هقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. برضو هنستخدمها في التورته اللي احنا شغالين فيها. كده انا عملت الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت. بعد كده بقى نعمل الكريمة اللي هنحشي بيها التورتيه بتاعتنا دي، وهي عبارة عن كوباية من كريم شانتيه خام، عليها كوباية من اللبن المتلج، واللبن ده انا محليه ب3 4 معالق كده من السكر. وطبعا ممكن تستخدمي مية بدال اللبن، بس اللبن بيديها طعم احلى. وهجيب العجان بتاعي وطبعا ممكن بمضرب كهربا، وهحط فيه اللبن والكريمة واضربهم في العجان بتاعي لحد الحجم بتاعهم ما يتضاعف. وبعد كده بقى نحضر الجنيش اللي هنعمل بيه التورتيه بتاعتي. عندي كوبايه من الشوكولاته المبشوره، شوكولاته خام مبشوره عادي خالص، حطيت عليها معلقتين من كريم شانتيه، وعندي نص كوبايه من اللبن، واللبن بتاعي ده يكون بيغلي. وطبعا ممكن تستخدمي كريمه خفق الحلويات، بس احنا عايزينها تكون اقتصاديه، فهنشتغل باللبن عادي وهيديكي نفس نتيجه طعم تقريبا كريمه الخفق. وهبدأ ادوبها كده، ولو عندك مايكرويف طبعا ممكن تدخليها فيها تدوب معاكي بكل سهوله. فانا هنا هرفعها على حمام ميه لان احنا في الشتاء فالحاجه بتمسك اكتر، لكن لو احنا في الصيف هتدوب معاكي اسرع. ما تنسيش بقى لو انت لسه اول مره بتشوفيني اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. هنا الشوكولاته كانت معذباني شويه، فانا رفعتها كده على حمام ميه، دابت معاكي وبقت كويسة خالص زي ما احنا شايفين كده، وملمسها ناعم، وطبعا بتلمع من غير ما نضيف لها لا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة من الكلام ده كله. ونركنها بقى على جنب كده، ونجيب التورتيه بتاعتنا اللي هنبدأ نحشي بيها. وهقولك بقى طبعا هنستخدم الجنيش ده واحنا بنزين التورته ازاي. طبعا كده الكريمة بتاعتي انضربت خلاص اهي تتضاعف حجمها.
هضيف عليها كده معلقتين من الجنيش بتاع الشوكولاتة ده عشان بيديها طعم حلو ولون احلى. طبعا ممكن تضيفي معلقتين من الكاكاو الخام، ونقلبها كده بالمعلقة، وبعد كده نرفعها برضو نديها على المضرب كمان ضربة عشان اللون يتجانس معانا. دي اسهل طريقة ممكن ان انتي تحشي بيها الكريمة بتاعتك، قصدي التورتة بتاعتك، وتديكي نتيجة كويسة كده. الكريمة بتاعتك خلاص لونها بقى كويس خالص. هجيب بقى القاعدة بتاعتي بتاعت التورته عادي خالص، وهحط فيها حوالي معلقة كده عشان تمسك التورتاية معايا متتحركش شمال ويمين. وعندي بقى العصير اللي هنشرب بيه التورته ده عبارة عن كوباية من السكر، عليها كوبايتين من المية، عصرة نص ليمونة، رشة من الفانيليا. ارفعهم على النار على درجة ارفعهم على النار لمدة 7 دقايق. اول ما ال7 دقايق دول من بداية الغليان، وبعد كده احطهم في التلاجة ونشرب بيهم الكيكات بتاعتنا، بتبقى طعمها كويس والسكر بتاعها مظبوط. بعد كده بقى هجيب الكريمة اللي احنا خفقناها مع بعض كده، وابدأ ان انا اوزع بيها بالمعلقة بتاعتي عادي خالص. وطبعا الحشو ده بيرجعلك، فانا هنا ضفت شوية كده من المكسرات على الزبيب وجوز الهند، وهاخد كمان معلقتين من جنيش الشوكولاتة اللي احنا حضرناه مع بعض. وممكن تضيفي فاكهة، تضيفي شوكولاتة قطع. حشو التورت ده طبعا حاجة بترجع للأفراد اللي هتاكل التورتة بيحبوا الحشو يكون عامل ازاي. وباخد بقى القطع اللي احنا سيبناها فيه، مش هنهدر حاجة طبعا من التورتاية اللي احنا عاملينها دي، واخد القطعة دي واحاول كده اسوي بيها في النص لحد ما اكون طبقة شبيهة بطبقة اللي احنا عملناها من فوق ومن تحت. واسوي كده التورتاية معايا، واي حتة موجود عايزة كيك اخد من الكيك اللي احنا عملناه، واشربه عادي برضو بالشربات بتاعنا، واحط له طبقة من الكريمة والحشو اللي احنا بنحبه ونفضله. ونختم بالطبقة المسوية. لازم تكون التورتة بتاعتك من فوق ومن تحت متساوية. واخد كريمة من اللي احنا عاملينها برضه اهوت، واحاول كده اوزع فيها، اداري اي فراغات موجودة في الكيك اللي احنا قطعناه. وطبعا لو حابة تعمليها في صينية وتقطعيها، دي برضو حاجة ترجعلك، لكن في الصينية ما بتكونش طرية زي ما بنعملها في الصاج. وبعد كده احط رشة من المكسرات، وعليها كمان طبقة من جنيش الشوكولاتة، ونختم بالطبقة المسوية. وبرضو طبعا هنحط فيها برضو شربات وكريمة، ونحاول بقى ايه نساوي كده الاطراف بتاعتنا بتاعت التورتاية. طبعا تسوية التورت دي كل ما تعملي تورته كل ما هتسويها احسن واحسن. فانتي لو حابة تسيبيها شكل عشوائي زي ما انا عملتها كده براحتك، دي حاجة بترجعك. لكن لو حابة تسويها تمام وتجلسيها كويس، يعني هتحتاجي بقى ان انتي تجيبي لها ادوات علشان تجلسيها كويس، لان من المعلقة مش هتديكي احسن نتيجة. فاحنا هنحاول ان احنا نداري كل اطراف الكيك اللي موجودة كده، بحيث ان الكيك بتاعنا ما يكونش باين، وهنديها شكل عشوائي برضو هيديكي برضو نتيجة حلوة كويسة. واحاول اسويها كده. والتزيين التورت ده برضو بتكون حسب ذوقك واختياراتك، واهم حاجة ان احنا ننضف حوالينا كده طول ما احنا شغالين في التورته، علشان الحاجات دي لما بتخش التلاجة وتمسك في القعدة وتنظيفها بعد كده بيكون صعب، وبتديكي شكل مش الطف حاجة. بعد كده عندي بقى اللي هو بتاع انا طبعا ما عنديش ادوات، انا بشتغل بيها عادي خالص، اللي هو الكارت بتاع التليفون ده، وهسوي بيه التورتاية بتاعتنا. ونزينها مع بعض بقى بوردات كده من الكريمة، ونحط قطع من الشوكولاتة. وبكده حبايبي تكون خلاص التورتاية بتاعتنا سويناها قدر المستطاع. هجيب بقى الجنيش بتاعنا اللي احنا فضل من بقية ما خلصناه، ونحطه على وش التورتاية بتاعتنا، بيديها شكل برضو حلو وطعم احلى. هنا كده انا سويتها قدر. طبعا انا ببل الكارت بتاعي ده بالمية علشان يديكي نتيجة متساوية اكتر واكتر للتورتاية اهوت. ونحاول نشيل اي زيادات كده من الكيك. هنا بقى هنزل بالجناش بتاعي كده زي ما احنا شايفين، لونه طبعا بيلمع وجميل، ومضيفنالوش لا اي زيت ولا اي مادة دهنية خالص. وهنزله بشكل عشوائي كده، ونزينها بقى بقطعة من الشوكولاتة من على الجناب، ونعمل وردات كده من الشوكولاتة. وبكده حبايبي تكون تقريبا قدر المستطاع عملنا تورتاية في البيت. وده شكلها بعد انا ما حطيت لها وردات كده من الشوكولاتة وقطع من الشوكولاتة.
كده يا حبايبي يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وبسيطه، والتورتايه تعجبك. هي تورتايه قدر المستطاع بيتي يعني، لو انتي اول مره تعملي تورته هتطلع معاكي ان شاء الله احسن من كده. لايك وشير بقى لو عجبك الفيديو بتاعي، وما تنسيش الاشتراك في القناه لو انتي لسه ما اشتركتيش. هتنزلي علامه الاشتراك اللي باللون الاحمر وتتكي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. ولايك وشير بقى لو عجبك المحتوى بتاعي. مع السلامه.